بما ان يا ولاد الشعر طول الوقت مرتبط بالحاله النفسيه، واحنا حالتنا النفسيه زفت ما شاء الله طول الوقت، فاحنا قرع. ايه الناس الاجانب شعرهم حلو، نفسيتهم حلوه، في مناظر حلوه، في رجاله كده، في حياه حلوه. احنا سخام بيطلع على قرعتك يا مدام. قبل ما ابدا اي حاجه وقبل ما اقول اي كلمه وتحت ضغط اي سلاح، اسمع حد يقول لي شعرك وحش يا ايفو، شعرك اصلا منيل يا ايفو، شعرك اصلا ده عايز يتغسل. لقد انتن، ولو ما انتنش هو اصلا مش حلو قوي، بس احنا بنحاول. دي كلها محاولات. كيف تنقذين قرعتك في 5 خطوات، لا هم 3 الصراحه بس. فانا هجيب لك برشامه صغنونه. سألوك الناس عن شعر جوه في راسك ما بيطلعش، ما تخبيش، قول لهم العيب مش فيا، انا اطيب مني مفيش. انا من سنه كان تقريبا الحته دي، وبتشوفوها في ريفيوهات كتير وفيديوهات كتير من اللي انا طلعتها، الحته دي كانت فاضيه وشفتوها كتير. الحمد لله يعني اهو حبه حلوين. هتقولي لي دي اول مره تعملي كده، اقول لك لا، الحقيقه انا على مدار حياتي طول حياتي كل ما يبقى فيه سخام شعري يقع افضل ادفع واجيب واعمل روتينات واعمل سخامات واحط في توم واحط في حاجات كتير لحد ما الحبه دول يرجعوا تاني، واقعد اتفشخر بيهم يروحوا يحصل لي اخد على قفايا تاني، نبدا الروتين من اوله وهكذا وهلم جر لحد ما ان شاء الله نودع الحياه. احنا طول ما احنا عايشين بناخد على قفانا، نجرب في روتين جديد، نقب الشعر وهكذا بقى. يعني خلاص احنا ده بقى دي الحياه. فانا هقول لكم على روتين اخر قفا. تمام، ده القفا الاخراني. وايه اللي حصل بقى من القفا الاخراني؟ اقول لك حاجات بسيطه جدا هتستخدميها، مش مكلفه خالص، هترجع لك شعرك او هتوقف التساقط وهتبتدي تنبت معاكي شعر جديد. ودي اخر حاجه انا استخدمتها، واسرع حاجه تقريبا لانبات شعر جديد ان شاء الله. ان شاء الله محدش بس ينكد عليكي، محدش يسود حياتك، العيال تذاكر بعيده عنك، طبعا دي كلها امور مستحيله، فبالتالي شعرك هيقع تاني. وانا ببشرك بكده من قبل ما تبداي الروتين عشان نبقى متفائلين مع بعضينا. بس هقولك على تركات بسيطه لو مشيتي عليها حقيقي شعرك هيرجع في خلال من 3 ل6 شهور. ومفيش اي حد او اي منتج او اي حاجه سحريه ممكن تطلع لك شعر في اقل من 3 ل6 شهور. مش هتشوفي نتيجه اي حاجه. ولو انت ست ملوله وست زهوقه ما تبدايش من الاول عشان هي تضييع وقت اوفر. يعني استثمري وقتك ده بقى، قومي امسحي الصاله، قومي روقي على اعملي اي حاجه. يعني بصي فلي العيال، اعملي حاجه مفيده. لكن ان انت تطلعي شعر وتفتكري ان هو في خلال اسبوع خلصنا الروتين، لا يا اختي ما خلصتيش الروتين، انت لسه بتقولي يا هادي من 3 ل6 شهور. فلو انت ناويه ومقرره ان انت تعملي الكلام ده، هوقف لك التساقط تماما، هيبتدي شعرك يتنبت في الفتره دي وبحاجات اقل ما يقال لن تكلفي. قبل ما تتفرجي على الفيديو، قبل ما تستفادي وقبل ما تتابعي، عملتي لايك ولا لا؟ عملتي؟ شايفاكي والله العظيم وعارفاكي وهجيبك. لو ما عملتي لايك هجيبك، عارفاكي عارفاكوا بالاسم، بخش على اللايكات اقرا اسم وبجيبكم. اتفقنا؟ إلهي يا رب، إلهي يا رب اللي تتفرج وتستفاد وما تعمل لايك ولا شير ولا أي حاجة، لا شعرها، مش هقولك شعرها يتساقط، ما يطلع. ليه؟ لأن انتي أنانية. تابعي معايا الفيديو ده وأنا هقولك على التركات البسيطة اللي أنا مشيت عليها اللي رجعت لي البيبي هير في اخر قفا. حضرتك هتغسلي شعرك، لازم يبقى شعرك نظيف عشان تعملي الخطوه اللي بعديها. طيب انا هقول لك على بعض الحاجات البسيطه ممكن تستخدمي. الشامبو انا بستخدم الشامبو بتاع تولا. الشامبو بتاع تولا ده شامبو بتاع اطفال اصلا، وانا بحب جدا استخدم شامبوهات الاطفال. وهتلاقوني على مدار فترات قبل كده كنت اتكلمت على شامبوهات اطفال تاني، بس ده اللي انا استخدمته حقيقه في اخر مرحله، ورائع رائع رائع. بيطري الشعر، ما بيحتاجش ان انت تغسلي ببلسم بعده، او ممكن ما تحطيش حمام كريم. هو غريب، هو بيطري فعلا الشعر واحنا داخلين على الشتاء، فانت محتاجه ان شعرك يبقى مترطب في الشتاء، وخصوصا ان اغلب الحاجات اللي هتتعمل بتنشف الشعر شويه، فانت محتاجه حاجه تكون بترطب لك شعرك. سواء هتستخدمي تولا للشامبو، يعني الشامبو ده وده ينفع تستخدميه انت وولادك، وبعمل فيه تركايه بسيطه قوي، ان انا بحط عليه معلقه عسل نحل. ويا سلام بقى لو حبيتي تجودي بقى عشان ايه مزيدا من الافكتيف، عشان شعرك يطلع ويتقل اكتر، هتروحي جايبه القرنفل الروس اللي هو ده، تغليه لحد ما يبقوا حبه ميه صغيرين مثلا قد كده، تفضي حبه الشامبو دول وتروحي مزوده قرنفل، يبقى معلقه عسل
والحبه دول قرنفل، ميه قرنفل مركزه، تسيبيه يغلي يغلي يغلي، تاخدي كبشه كده حلوه من القرنفل وتسيبيه يغلي، والميه المركزه دي تحطيها هنا، ولو في روزماري اتعشت، هي كده اتعشت. ويا ريت ما تحطوش على ازازه الشامبو بقى، يعني انا بصي دي لو انت باين قدامك شامبو خلصان يعني فاضل الحبه دول تقريبا، انا باخدهم في ازازه تانية، احط الحبه اللي انا هستخدمهم واحط عليهم المكونات دي، او مثلا مره تكفي اسبوع او 10 ايام ليا ولعيالي. ليه؟ عشان ريحه الحاجات اللي هي الطبيعيه دي بعد شويه بتغير، فعشان ما تبوظلكيش باقي الشامبو يعني او يبوظ كله مره واحده. تمام؟ فانت هتحطيهم وده اللي هتستخدميه كل مره وانت بتغسلي شعرك. ده اول حاجه. تاني حاجه وده الاختراع ده اللي هيرجع لك شعرك حقيقي بقى، يعني ده كان مكمل. ايه اللي هيرجع لك شعرك؟ الديرما رولر. انا استخدمت حاجات كتير جدا وانا بعاني من التساقط الشعر، وزي ما بقول لكم طول الوقت ما تاخدوش النصيحه من حد شعره حلو، تاخدوه من حد شعره اوريدي بايظ. اياك اسمع حد بيقول لي ايه ده انت شعرك اصلا مش حلو، انت طالعه بتدينا نصيحه. ما هو حبيبتي انت تاخدي نصيحه من واحده قرعه، تاخدهاش من واحده شعرها حلو. ليه؟ هي ربنا خلقها شعرها حلو، هي ما بذلتش مجهود عشان يبقى شعرها، هي اصلا شعرها حلو. لكن انا تعبانه فيه عشان يحاول يبقى حلو. هو مش حلو، هو مش هيبقى حلو، احنا بنحاول ان هو يبقى حلو. هتجيبي بقى الديرما رولر، وفي المناطق اللي فضيت، اللي هي المفروض انت عايزه تمليها زي الحته دي كده. وبقول لكم تاني، الناس اللي متابعيني عارفين الحته دي عامله ازاي عندي. هتعملي حوالي 7 أو 8 مرات في كل الاتجاهات. تمام؟ انا مش عارفه ما عدتش. تمام كده، وهتروحي عامله الاتجاه التاني 1 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام؟ ولو تعرفي تعملي الاتجاه كده يعني في كل الاتجاهات، انا بس بوريكم لازم يبقى شعرك نظيف ولازم تعمليها وشعرك نظيف. هقول لكم ببساطه الفكره بتاعتها وهنستخدمها، والشعر مبلول معلهوش اي كريمات واي ليف ان ولا اي حاجه، ما ينفعش تحطيه، لازم يبقى نظيف خالص. طيب تاني حاجه الديرما رولر دي فكرتها، عارفه لما بتتعوري فالدم يجري بسرعه ينط عشان يعمل قشره ويلحقك وينقذك، دي نفس الفكره. بتقعدي تشكشكي نفسك فالجسم بيتخيل ان في حاجه بتهجم عليه او بتعوره، فالدم بيجري، فالحته دي بيبقى فيها دوره دمويه، فبالتالي بيغذيلك فروه الراس في الحته دي، فبيبتدي الشعر يطلع تاني، الدم بينشط، فالشعر البصيله بتتغذى، فبتبتدي تطلع لك شعريه جديده صحيه قويه. هي دي الفكره بتاعته بمنتهى البساطه. للامانه ده مينلي هو اللي طلع لي شعر الفتره اللي فاتت كده. الخطوه الثالثه بقى اللي انت المفروض تستخدميها بشكل عام يعني لشعرك كل يوم، ده للمساج. طبعا دي بنستخدمها مرتين في الاسبوع، لكن ده مساج للشعر. بعمله كده اول ما بغسل شعري لكل فروه راسي. اولا بيفرق معايا جدا في الكيرلي، بيخلي الكيرلي ينفش، ورخيصه ب 20 او ب 25 جنيه او ب 30 جنيه حاجه في الرينج ده يعني. بتعمل مساج لفروه الراس وبتفرق معاكي جدا 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 كل يوم في تطويل الشعر. ويمكن ناس كتيره اتفرجوا الفتره اللي فاتت كنت عامله شعري فرداه، فقعدوا يقولوا لي شعرك طول يا ايفو. انا بستخدم دي وبتفرق معايا جدا في قصه تطويل الشعر. فدول يا جماعه كانوا 3 خطوات بساط، لو اتبعتوهم في خلال من 3 ل6 شهور أأكد لك إن شعرك اللي بيتساقط من أول شهر هتلاقيه بطل تساقط، من أول شهر أو من أول أسبوعين كمان هتشوفي نتيجة واضحة لإيقاف التساقط. ومن 3 ل6 شهور هتبتدي، من 3 شهور هتلاقي بقى شعر ابتدى يشكك كده وابتدى يطلع، وابتدت الفراغات تتملي، الحتة اللي هي بتبقى فاضية هنا دي اتملت الحمد لله. الشعر ابتدى يبقى أكثف من فوق مش من تحت، لأن طبعا هو لسه ملحقش يطول. أنا دلوقتي اللي بشتغل عليه بقى إن أنا أطول دول، عايزة أطول دول أخليهم يجوا هنا. فخليكم بقى متابعين معايا عشان هو ده كده طولهم اهو، خليكم فاكرين معايا هم برضو طوال مش قصيرين، حلوين يعني اهو. هنشوف بعد كده هيوصلوا لفين اهو. ده كده الطول يا بنات، انا عايزاهم يطولوا يبقوا زي الشعر، فاحنا هنشتغل عليهم من 3 ل6 شهور الجايين. هم دول ال3 منتجات تقريبا او ال3 حاجات اللي انا استخدمتهم عشان ارجع شعري المتساقط اللي كان متدمر من حوالي سنة كده. انا كان شعري تقريبا فضي، كنت تقريبا اقرعيت تماما.
إلهي يا رب لو اتفرجتي على الفيديو ده واستفدتي او ما استفدتيش، شفتيني طلتي وهلتي كده وابتسامتي الجميله وشعرك كيرلي وبتاع، ظهرتلك يا بنت، تروح عامله لي لايك. يا رب يا شيخه لو ما عملتي لايك مش هقول لك شعرك يقع، لان حرام ندعي عليكي من شعر، بس يا رب ما يطلعش. اعملي بقى كل الحاجات دي وبرده ما يطلع، تفضلي مذلوله زي ما انت زلانه على اللايك كده، ماشي؟ اعملي لايك واعملي شير واعملي سبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات بنحبك يا ايفو. يلا ارجعي لنا بقى واعملي لنا فيديوهات من دي كده كتير يا ايفو. ده مش عايزه اقول لكم ان ده تقريبا اول فيديو اعمله بقالي كتير.